بوكيه الهانم حاجة سهلة وسريعة وبيضة واحدة بس، ومن غير فرن ولا خبز ولا خطوات كتير هنطلع الجمال اللي انتوا شايفينه ده كله، وبأسهل طريقة وبأبسط مقادير ممكن تعملوها للناس المبتدئة، ومش هتتعبكم خالص وتطلع معاكم بالشياكة الحلوة خالص دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. علشان نعمل العظمة دي بقى كلها هنحتاج لبضاية واحدة بدرجة حرارة المطبخ، والربع كوباية من السكر، كوبايتين الا ربع من الحليب، وكوباية ونص من الدقيق. الدقيق هنا انا نخلته وحطيت معاه رشة من الملح، مش هنحط بيكنج باودر ولا اي حاجة. هننزل السكر بتاعنا وهنخلط معاه البيض كويس قوي تقريبا كده لحد ما نتأكد ان السكر شبه دايب، وبعدين هننزل اللبن بتاعنا تدريجيا على البيض. طبعا الفيديو متسرع لكن انا بنزله واحدة واحدة لحد ما يكون بيتقلب كويس قوي مع السكر والبيض. بعد ما اتأكدت ان السكر اختفى نزلت الدقيق ومعاه ربع معلقة صغيرة من لون الطعام البودرة ونقطتين من اللون الجل. هفضل اقلب كويس قوي كده لما يوصل للون الحلو ده، ودرجة اللون طبعا تقدروا تتحكموا فيها او تستغنوا عنها لو تحب. بعد كده علشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات هبتدي ان انا اصفي الخليط بتاعي ده كويس قوي. وممكن على فكرة تعملوا كل الخطوات دي في الخلاط، ولكن هي اوريدي سهلة والعجينة خفيفة، مش محتاجة ولا مجهود ولا اي حاجة. صفيتها بقى كويس وفي جريل مقاس وسط تقريبا مقاس 20، سخنتها كويس قوي على النار. ولما هنكون بنستعملها لازم نشيلها من على النار ونفرد. بصوا هتبدأوا تلاقوا الحروف كده بتستوي او بتفصل، هنبدأ نفصلها كده ونقوم قلبينها. احنا مش عايزينها تاخد لون ولا اي حاجة، لو سبتوها هتحمر وتغمق معاكم. احنا عايزينها على نار هادية كده علشان تستوي تبقى حلو، وفي نفس الوقت تحافظ على طراوتها. تاني بندي مسحة خفيفة خالص من الزيت ما بين كل واحدة وواحدة، وممكن ما بين كل واحدتين وواحدتين. اول ما تبدا الجوانب بتاعتنا تفصل نحركها ونقلبها. بصوا انا بمسكها بايديا لان النار بتاعتي مش عاليه قوي. اللهم بارك، طريه حلوه قوي، بصوا ما بتتكسرش ولا اي حاجه. عجينه ناجحه قوي، انجح عجينه كريب ممكن تعملوها. علشان نعمل بقى طبقة كريمة كده سهلة وسريعة هنحتاج لربع كوباية من السكر، هحط عليها نص كوباية من الكريم شانتيه، وربع كوباية من بودرة الكريم باتيسير وممكن تستغنوا عنها ولكن بتدي طعم حلو قوي. هحط عليهم كوباية من المية الساقعة المتلجة، وهنضرب الكلام ده كله لحد ما يكون القوام بتاعها كده متماسك وحلو قوي. عندي هنا بقى شوية من بواقي الكيك قطعتهم كده بكوباية صغنونة، خدت الشكل الدائري ده وحطيت الكريمة بتاعتي في كيس وبقت جاهزة. تقدروا طبعا تحطوا اي حشوات تحبوها، لكن الميكس ده بيكون حلو قوي. الاول حطيت طبقه من الكريمه وطبقه الكيك، وبعدين كده لقيت عندي شويه من الفراوله رحت مقطعه شويه كده وحطيتهم جواه. بعدين هحط تاني كريمه وابدا كده الم شكل البوكيه بايدينا كده زي ما انتوا شايفين، بنبدا نلمها واحده كده وواحده كده بالخيط بقى اللي هو بيكون سميك شويه ده، وانا ما كانش عندي في الوقت ده. تقدروا تستعملوا الخيط اللي هو خامته يعني بتكون سميكه شويه، مش عارفه اسمه ايه، وتربطوها كده شبه الفيونكة علشان نعمل شكل البوكيه الحلو ده. علشان نزينه هنحط بقى قطع الفراولة كده وواحدتين من النعناع، اضغطوا عليهم علشان تطلع معاكم مظبوطة. ما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا هتعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو علشان دعمكم بيفرق كتير، وتسيبوا لي كومنت لطيف زيكم. حطوها بقى بعد ما تجهزوها كده وتسيبوها، حطوها في التلاجة اقل حاجة ساعة او اتنين، وهتطلع معاكم اللهم بارك حلوة حلاوة ما حصلتش. شيك قوي في التقديم، احلى من احلى، ولا بقى جاتوه ولا تورتايه، حاجة كده حلوة قوي. هنفك بقى الفيونكة بتاعتنا ونفتحها كده من جوه بالسكينة او بايديكم او بشوكة زي ما تحبوا بالظبط. شوفوا ترتاحوا فين واعملوه، واقطعوا بقى وتفرجوا على الجمال والحلاوة اللي من جوه. هسيبكم بقى مع الحلاوة دي كلها، وهستنى تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم، وتعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، وتسيبوا لي كومنت لطيف زيكم. لايك وشير يا حلوين الفيديو. صحة وهنا.